مشاهدينا الكرام إلى مدينة تاهون، حيث سنستضيف معنا موهبة إخراجية شابة استطاع فيلمه الأول والذي كان بعنوان لا عودة الحصول على الجائزة الأولى في مهرجان مزدة الدولي للفيلم القصير، حيث سنطالع العرض الترويجي لآخر أفلامه وهو بعنوان المرشد الروحي. فلنتابع. مش عارف لو سمعت المسابقة ولا لا. على كل حال نحن وقفنا قبولات مشاركات من يومين. ترى اجي يكلم فيك حابر شويه يا رجل. لا بجديات بنشرح القصه اللي كاتبها على فنادق. بس لما شفت لوحاتك اصريت انه يدخل معنا المنافسة. هذا لو وافقت اكيد. كل اعضاء المركز شافوا لوحاتك وحبوها واصروا انهم يعملوا استثناء وتشارك حتى لو وقت التسليم فات. بعقلك انت شو بتدير يا منصور؟ نكلم فيك يا منصور. مشاهدينا الكرام، نستقبل معنا المخرج الشاب بشير أبو القاسم في برنامج موطني. بشير، السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا وسهلا بك. بشير، في البداية نبارك لك على جائزة الترتيب الأول والجائزة الأولى في مهرجان مزدة الدولي للأفلام القصيرة عن فيلم لا عودة. حدثنا قبل الحديث عن وقبل ما نتكلم معك على المرشد الروحي نتحدث عن فيلم لا عودة وحصوله على جائزة الترتيب الأول. طبعا فيلم العودة كان يحكي عن قضية السلام أو بوجه آخر قضية انعدام الأمن في البلاد. فهذه كانت الفكرة العامة لفيلم العودة، بمعنى الشيء اللي يروح ما يرجع. فهذه هي كانت صحوة أو محتوى أو رسالة مهرجان مزدة. فهذا نوعا ما اللي منح الفرصة لفيلم العودة أنه يتحصل على الترتيب الأول. نفس الشيء حصل على الترتيب الأول في جائزة سنايد التابعة على جائزة سيلتيموس في الشهر فبراير الماضي. نعم، جميل. يعني مش أول جائزة للفيلم هذه. طبعا هذه هي الجائزة الثانية من بعد جائزة سنايد، والآن جائزة مهرجان مزدة للفيلم القصير. وبالمصادفة أن المهرجانين كان يحكي عن السلام أو قضية يعني ليبية بحتة يعني. فبالنسبة لي العودة كان أول فيلم الشغلة يحكي عن وضع ليبيا. الأفلام الأولى كانت تحكي أغلبيتها عن قضايا عامة ما تخصش ليبيا بشكل خاص. بس لقيت نفسي مجبور إني نحكي عن قضية ليبية لما تشوف الدمار اللي صاير في البلاد، الموت الأطفال، الهجرة، النزوح والأمور هذه. فعملت فيلم يخص هذا الموضوع زي ما قلت لك، لأني لقيت نفسي مجبور على هذا الشيء. يعني بشير، ويعني من سبتيموس واليوم في مهرجان مزدة ومهرجان مزدة دولي، يعني مشاركة فيه عدة أفلام من كذا دولة ليس من ليبيا فقط. ننتقل الآن بعد لا عودة، وبعد ما حدث في لا عودة أعتقد أن هنا مفروض يكون عندك دفعة معنوية جيدة جدا لكي يخرج لنا المرشد الروحي. حدثنا عن هذا الفيلم الجديد المرشد الروحي. طبعا المرشد الروحي حاولت من خلاله اني نظهر معاناة الشاب الليبي المبدع، لان عارف ان للاسف ليبيا ليست وسط يعني خصب لنمو الموهبة. فحبيت اني نحكي للشباب ونقول لهم ان مهما كانت البيئة مدمرة فاصنع من الشيء شيء. فهذه فكرة المرشد الروحي، ان شاب رسام وشاعر موجود في بيئة مدمرة جدا، لا الاهل ولا الاصحاب ولا البيئة كانت مساعدة لي، بس قدر انه يخلق بنفسه لمدة يومين بعيد عن كل تفاهة الحياة، وانه يصنع علمه الخاص، انه يكتشف نفسه بعيد عن كل هالصخب الحياة. فنوعا ما قدر انه يكتشف نفسه وانه يخلق علمه الخاص. فهي هذه يعني لكل الشباب اللي يقول انه والله ما فيش دعم، ولا يقول والله البيئة مدمرة، ولا يقول ليبيا لا لازم نهاجر. لا، يعني اغلبية الناس اللي وصلت كانت بدايتها مأساة ولا
يعني دراما وتراجيديا، فلولا الاشياء هذه الانسان مستحيل يقدر يوصل. صحيح بشير أبو القاسم، نبارك لك مرة أخرى من برنامج موطني على جائزة مهرجان مزدة الدولي لفيلم لا عودة، ونتمنى أن نرى المرشد الروحي على منصات التتويج أيضا في المسابقات القادمة. شكرا بشير أبو القاسم على وجودك معنا في موطني لهذا اليوم. مشاهدينا الكرام، نكمل أخبار